الاهلي ينفي طلب بالعمري وسيدومبا. طبعا عارفين النادي الاهلي بيحاول ان هو استقطاب بعض اللعيبه الافارقه. كان ترددت في اروقه نادي الاهلي ان او بعض المواقع النادي الاهلي طلب اللاعب بالعمري وهو لاعب او مدافع نصر حسين داي الجزائري، وايضا ادوارد سيدومبا لاعب مهاجم الهلال السوداني. النادي الاهلي رفض طبعا دخول القبيله الحمراء او الاداره الحمراء في مفاوضات رسميه مع الثنائي الاثنين لعيبه اللي انتم شايفينهم على الشاشه دول. ده طبعا سيدومبا لاعب نادي الهلال السوداني، وايضا بالعمري مدافع نصر حسين داي الجزائري. النادي الاهلي نفى تماما دخوله في مفاوضات مع هؤلاء اللعيبه. هنروح نسيب النادي الاهلي ونروح نادي الزمالك، وما زال نادي الزمالك الحقيقه وانا قلبي مع نادي الزمالك والزملكاويه الحقيقه في الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه، لان طبعا في بعض المشاكل الاداريه اللي بتتعلق بالقضايا اللي تنازل عنها المستشار مرتضى منصور. معنا خبر بيقول الاداريه العليا تؤجل الفصل في قضيه نادي الزمالك الى يوم الاثنين. طبعا قرار الدائره الثالثه موضوع المحاكمه في المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الفصل في قضية نادي الزمالك إلى يوم السبت المقبل. بررت المحكمة طلب التأجيل برغم من تنازل المستشار مرتضى منصور عن الدعوة تماما بأنه يجب النظر في طلب الرد الذي تراجع عنه المستشار مرتضى منصور، أيضا حيث أن تقرر أن يتم إجراء جلسة خاصة السبت لنظر طلب الرد، ثم يتم عمل جلسة خاصة أخرى يوم الاثنين للحكم النهائي في هذه القضية. وشهد طبعا المحكمة العديد من الاعتراضات من جانب جماهير الزمالك ولهم حق الحقيقة واعضاء نادي على التأجيل، مؤكدين انه غير مبرر. يعني ونادي الزمالك الحقيقة قدروا في القضايا، وده طبعا جانب من المحاكمة اللي بدأت، وده طبعا المستشار مرتضى منصور اللي تنازل عن القضية. الخبر اللي بعد كده متعلق بالخبر الاول ولازم نقوله طبعا لان ده السبب الرئيسي في تأجيل هذه القضية، علشان برضو جمهور نادي الزمالك ومشجعي نادي الزمالك يعرفوا سبب التأجيل. ورئيس المحكمة يبرر أسباب تأجيل القضية. من جانبه فسر المستشار محمد أبو الليل رئيس الدائرة الثالثة المنوطة بهذه القضية بالنظر في هذه القضية قرار تأجيل قضية الزمالك والفصل فيها إلى الأسبوع المقبل. ليه بقى؟ أوضح رئيس الدائرة أن قرار التنازل عن طلب رد هيئة المحكمة المقام من محمد صادق أحد المتداخلين في القضية لم يصل إلى الهيئة سوى قبل ساعات فقط، وهناك جلسة أخرى ما كانش فيه وقت طبعا الناس تنظر لهذه القضية فأجلوها أو عملت في دائرة تانية يوم 17 ديسمبر الجاري اللي هو يوم الاثنين إن شاء الله. أشار المستشار محمد أبو الليل أنه تقرر أن يتم عمل جلسة خاصة لمناقشة طلب الرد يوم السبت، حيث سيقوم محمد صادق بتقديم التنازل عن الطلب بشكل رسمي، وحتى يتسنن المحكمة أن تناقش القضية من جديد بدلا من أن يتم إنهاء اتهامها بإصدار أحكام وهي مطعون فيها. طبعا في طعن معمول، المحكمة ليها طبعا وجهة نظر ووجهة نظر قانونية سليمة 100%. هو أستاذ محمد صادق أحد اللي قدموا طلب رد المحكمة، إن شاء الله هيقدم للمحكمة يوم السبت إن شاء الله بإذن الله طلب تنازل عن قضية وتنتهي المشكلة بإذن الله. عندي خبر خاص بحازم إمام، وأنا يعني حزين الحقيقة للموقف اللي حصل أو اللي وصل